صباحكم فل او مساءكم احلى حسب بقى التوقيت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده. خلينا كده سريعا قبل ما نبدأ، حابب افكرك انك تعمل سبسكرايب للقناة عشان تقدر تتابع كل الفيديوهات الخاصة بالكورس دوت وفيديوهات اكتر عن كارير الميديكال ريب. وحابب اديك برضو فيري جود نيوز ان احنا بنجهز برضو تو كورسز تانيين. الاولاني هيكون عن البيرسوناليتي ستايل، وقد ايه ده بيأثر على السيلز كول، وازاي اصلا تنسق السيلز كول بتاعتك عشان تكون مناسبه للبرسوناليتي بتاعت الدكتور. يعني فكره ان احنا بنسمع دايما عن الدكتور البلانر او الدكتور الدرايفر او البيبل بيرسون او البروبلم سولفر، كل انواع الشخصيات المختلفه دي من الدكاتره بنقابلها اكيد. بس اكيد كل واحد فيهم ليه طريقه معينه في التعامل، ليه سيكونس معين في التعامل. فده ان شاء الله برضو بنجهزه الفتره الجايه. وحبايبنا كلهم اللي حابين ياخدوا النكست ستيب كديستريكت مانجر او فيرست لاين مانجر، بنجهز لكم كورس برضو عن السيتويشنال ليدرشيب، وهنحل مع بعض اكتر من كيس عشان لو انت ان شاء الله داخل على اسسمنت تبقى ان شاء الله جيت ريدي ليه. اعمل بقى سبسكرايب علشان تقدر تتابع كل الفيديوهات والكورسات اللي جايه. ويهمني جدا انك تكون عامل لايك للفيديو ده والفيديو اللي فات والفيديوهات اللي جايه، عشان هو ده الحاجه الوحيده اللي بتدعمنا بيها. ودي الحاجه اللي بتفهم خوارزميات اليوتيوب ان الفيديو عجبك، فيبدا ان هو يرشحه لزمايل لينا تاني في الكارير. ولو انت حابب ترشح الفيديو دوت بنفسك تقدر تعمل طبعا شير. يلا بينا نبدأ مع بعض في الموديول الثاني اللي هنتكلم فيه النهارده على فاندمنتال كده أساسية كبيز باك جراوند لازم تبقى عندك لو انت حابب تقدم سكسسفول سيلز كول للدكتور، الا وهي لازم يبقى عندك very good medical knowledge, product knowledge, competitor knowledge. باختصار knowledge is power. ما ينفعش تروح تتكلم مع الدكتور في سيلز كول وانت ما عندكش ثلاث حاجات دول، لان ببساطه لو ما عندكش ثلاث حاجات دول انت رايح تتكلم في ايه؟ طيب الميديكال نولج، يعني على سبيل المثال انت راجل شغال على دواء بي بي اي مثلا، ده دواء حموضه. دواء الحموضه دوت انا يهمني تعرف بقى انت الجزء الميديكال اللي خاص بيه متمثل في الجهاز الهضمي بيتكون من ايه، عمليه الهضم بتتم ازاي، الحمض اللي في المعده بيتكون ازاي وبيفرز امتى وكل التفاصيل بتاعته، الفالف نفسها بتفتح امتى والحموضه اصلا بتحصل ازاي وكل التفاصيل دي. الميديكال نولج المفروض ان الشركه بتاعتك بتديهولك من الميديكال ديبارتمنت او الماركتنج او مديرك او حد سينيور من التيم قديم يقعد معاك يشرحه لك او يفهمه لك. وانت حاول تثقل نفسك فيه دايما انك تذاكر الجزء ده، ما تهملوش، لان انت تقريبا هو بيتذاكر مره او مرتين في السنه، او يعني تقريبا على طول الكارير بتاعك في اللاين. فلو انت ما ذاكرتوش من الاول صح او ما حفظتوش عن ظهر قلب زي ما بيقولوا، صدقني اللي جاي كله هيبقى مبني على باطل زي ما بنقول يعني. فمهم قوي انك تبقى مذاكر الميديكال نولج بشكل قوي. ودايما دايما دايما حدث معلوماتك لو في اي ابديتس بتحصل، لو في اي ستادز، لو اي جايد لاينز بتطلع، دايما كده حاول تعمل ابجريدنج وتحديث وابديتنج للمعلومات بتاعتك عشان دايما يبقى عندك المعلومه حاضره. كمان يهمني تبقى عارف البرودكت بتاعك، اكيد انت رايح تعمل دعايه لمنتج، فلو مش عارف المنتج يعني يا نهار اسود يا نهار اسود بجد يعني. طيب البرودكت هعرف عنه ايه؟ هعرف الميكانيزم اوف اكشن، الماده الفعاله بتاعتي دي اصلا انهي كلاس او انهي كاتيجوري، بيعمل لها مثلا ابزوربشن وديستريبيوشن في المعده بطريقه عامله ازاي، التي هاف بتاعته قد ايه، بيدي افكت في الجسم بعد قد ايه، الكليرنس بيخرج من الجسم ازاي، بيتاثر اصلا بادويه تانية ولا لا، بيتاثر بالاكل ولا لا، تكنولوجي التصنيع هل هو معمول في نانو بارتكل، هل هو معمول مايكروفورم، هل هو معمول باللايبوزومال تكنيك، هل هو سستيند ريليز، هل هو فاست ريليز. ايا كان معلومه تخص المنتج بتاعك، واكيد طبعا السعر لازم تبقى عارفها. عرفت كل ده عن منتجك، اعرف نفس الكلام ده عن الكومبيتيتور. ما ينفعش ما تبقاش عارف الكومبيتيتور. انت نص الطريق انك تعرف منتجك، النص التاني انك تعرف الكومبيتيتور. بشوف ناس كتيره جدا شاطره ميديكال، شاطره برودكت، يعني ممتاز هايل، بس هو شغال على دواء مثلا كلاس قديمه او كاتيجوري قديمه، ومش عارف الكومبيتيتور بتاعه ده بيقدم ايه، مش عارف الكومبيتيتور بتاعه ده داخل في انهي كاتيجوري او انهي كلاس. ممكن يكون اصلا الكومبيتيتور ده عنده ادفانتج او ايدج في برايس، فتلاقي مثلا تساله على المنتج الكومبيتيتور هو سعره كام يقول لك ما اعرفش، طبعا دي كارثه. فلازم يا جماعه الثلاث حاجات دول يكونوا عندك بشكل قوي جدا. ومفيش حاجه اسمها الميديكال اهم من البرودكت او البرودكت بتاعي اهم من الكمبيوتر، لا، الثلاثه بنفس التاثير وبنفس القوه. وانس ان انت قدرت تعرف الثلاث حاجات دول، هتقدر ان انت تطلع لوحدك ما يعرف باليونيك سيلينج بوينت. اليونيك سيلينج بوينت ممكن تكون موجوده في البرودكت، بس مش البرودكت لوحده للامانه، ممكن تكون شركتك او الديستريبيوشن، طرق التوزيع او السيرفيس والاكتيفيتي اللي بتقدمها. تعالوا ناخد واحده واحده بالمثال. البرودكت بتاعي ممكن يكون ايه اليونيك سيلينج بوينت الموجوده فيه؟ الكواليتي. انا منتج بتاعي مثلا
كاتيجوري جديده مثلا. المنتج بتاعي بيتصنع من شركات مستورده او مالتي ناشونال، الرو ماتيريالز بتاعتي بنجيب احسن رو ماتيريال او احسن انجريدينت او احسن اكسبيرينت، فانا ضامن الكواليتي بتاعتي بشكل قوي جدا، فاقدر العب بالكواليتي ويبقى ليا ايدج البراند عن الجينيريك. بنسمع كتير عن دكاتره تقول لك المنتجين دول فيهم نفس الماده الفعاله، بس المنتج ده بيجيب من الاخر والمنتج التاني ده تراب ملوش لازمه، مهما عطيت العيان ما بيخفش، صح؟ دي لقطه الكواليتي. كمان البرايس ممكن يشكل يونيك سيلينج بوينت، سعرك ارخص من غيرك، ودي حاجه مهمه جدا. بس في البرايس حابب اخليك بس ايه تاخد بالك من تفصيله مهمه قوي. بعض الشركات دلوقتي بقى يعمل الاقراص في صوره ال 28 قرص وانت المنتج بتاعك 30 قرص، فعلى الورق العيان لو عايز يكمل مانثلي كوست، فانت هنا هتلاقي ان الكمبيوتر مثلا 28 30، فده معناه ان العيان عايز يجيب علبتين، يعني علبه هتقول لي علبه وشريط وات ايفر، يعني العيان هيتحمل كوست زياده. ودي حركه كده عاملينها الماركتنج في الشركات دي عشان يجبر العيان انه يشتري علبه وشريط او علبتين علشان ياخد المانثلي كوست بتاعته او ياخد المانثلي تريتمنت بتاعه، سبيشالي مع الادويه الكرونيك، يعني سواء كان دواء مثلا دهون او دواء ضغط او دواء سكر، فتلاقي انت مثلا شركتك موفره منتجك في 30 قرص يبقى انت اوفر. نفس القصه ممكن تلاقي الشركه عندك موفره منتجك 30 قرص مثلا في 3 شرايط، في شركات تانية موفره مثلا العلبه بتاعتها عباره عن 20 قرص شريطين، وعلى العكس شركات ثالثه موفره مثلا 3 شرايط او 4 شرايط بس فيهم 60 قرص 90 قرص، صح؟ بنقابل الارقام دي. فانت لازم قوي تبقى مدرك فكره المانثلي كوست في لما تيجي تتكلم دايما على ادويه كرونيك، فالبرايس ممكن يشكل ليك يونيك سيلينج بوينت. وهقول لكم على حاجه يعني عشان بس ما تقعدش تقول ان دايما البراند بيبقى غالي. انا فاكر فتره من الفترات انا كنت شغال على براند يعني، البراند دوت كان المفروض ان هو 60 قرص، ولما هو 60 قرص بينشكل مانثلي كوست على العيان اقل بكتير جدا من اي كومبيتيتور في السوق لو هيدي نفس الجرعه. بمعنى كل اللي موجود في السوق من الجينيريك موجود في صوره شريط 10 اقراص والعلبه عباره عن 3 شرايط، يعني معناه ان العيان عشان ياخد نفس الجرعه بتاعتي يا دكتور انا عندي العلبه بتاعتي 3 شرايط بس 60 قرص، يبقى العيان هياخد كام علبه من الكومبيتيتور؟ هياخد علبتين. تعالى قيسها بقى كقيمه فاليو بالنسبه لليونت. انا اليونت بتاعتي على سبيل المثال كانت ب 400 جنيه، واليونت بتاعت الكمبيوتر كنت تلاقيها مثلا في رينج ال 250، فكان الدكتور يقول لك الكمبيوتر بتاعك مثلا ارخص، كنت دايما اقولها له كده. هو كان شايف ان انا براند فانا دايما غالي والكلام ده كله، لا يا دكتور معلش احنا بنتكلم على المانثلي كوست، تعالى بص كده انا العلبه بتاعتي بكام؟ ب 400، هو بكام؟ ب 250، يبقى هو لو جيب علبتين هيجيبهم بكام؟ ب 500 جنيه، يبقى مين اوفر؟ فيقول لك انت اوفر. هتقول يا دكتور مش واخد باله، صدقني والله الدكاتره ما بتبقى واخده بالها ولا اصلا بتبقى عارفه الاسعار. وبعض الزملاء يعني بتشتغل بطريقه ديرتي انا ما بحبهاش، يبدا يقول الدكاتره رومرز واشاعات، يقول له خلي بالك ده المنتج اكس هيغلى، ده المنتج واي مش عارفه سعره ضرب في السوق، ده موجود مثلا سوق سودا، الكلام ده كله عشان بيحاول ان هو يحارب فيك بشكل طبعا يعني ديرتي قوي، بس يعني ما علينا ده بيحصل. فالبرايس خلي بالك من التفاصيل بتاعتها لان هي ممكن تكون يونيك سيلينج بوينت قويه قوي. برضو الباكجينج في البرودكت بتاعك ممكن مثلا في الانتيبيوتكس نلاقي شركات كتيره جدا بتحط الاقراص او التابلتس في شريط من الالومنيوم او القصدير علشان تحميه من الضوء ومن الحراره. البوتل مثلا بتاعه الفيتامينز برضو او بتاعه الشراب بنلاقيها محطوطه مثلا في جارز او محطوطه في كونتينر كده يكون لونه مثلا بني شويه عشان يحميه من الضوء عشان ما يتكسرش، كماده فعاله، فبرضو ده ممكن يشكل فيري جود يونيك سيلينج بوينت. ممكن برضو تلاقيها في اختلاف الدوزج فورم، شركتك موفره المنتج بتاعك في اكتر من دوزج فورم، يعني موفره في اقراص وامبولات وحقن وسابوزيتري ومراهم وكل الكلام ده، عكس مثلا منتجات تانية مش بيدي فليكسبيليتي للدكتور فموفرها مثلا تابلت بس. ممكن كمان متوفر في اكتر من كونسنتريشن، ده برضو ممكن يفيدك كيونيك سيلينج بوينت. الافيكاسي اتكلمنا على الفكره دي برضو في موضوع الكواليتي، انت لو عندك فيري جود كواليتي يبقى عندك فيري جود افيكاسي، فتعرف ترفلكت برضو ان انت فيري افكتيف او فاستر افكتيف او انت عندك سستيند ريليز فانت باللونج تيرم ديوريشن وهكذا. التكنولوجي في التصنيع نفس القصه بتاثر برضو، نانو بارتكل ولا مايكرو فورم ولا لايبوزومال تكنيك وات ايفر التكنيك المعمول فيه التكنولوجي في التصنيع، فده بيأثر برضو على الامتصاص بتاع الدواء، التكسير، تأثره بالاكل او تأثره بادويه تانية وكل التفاصيل دي. طيب كل اللي فات ده حماده، ودي حماده تاني. السايد افكت، هتقول لي ينفع السايد افكت تبقى يونيك سيلينج بوينت؟ لحظه كده 3 4 ثواني فكر كده فيها، ازاي
السايد افكت ممكن تكون يونيك سيلينج بوينت. يعني خلينا نسقف كده ونقول برافو، يعني انا سقفت لك اهو لكل واحد فعلا فكر فيها وقال ان الاوف ليبل يوز ممكن يكون يونيك سيلينج بوينت. هتقول لي ازاي؟ عارف انت التروليستي والمونجارو والساكسيندا والادويه بتاعت مفروض ان هي بتعالج تايب 2 دايابيتس كانسولين يعني، والترند العالمي بتاعها دلوقتي ان هي بتستخدم اصلا في التخسيس، لدرجه ان الشركات بدات تاخد الاوف ليبل يوز والسايد افكت ده وتحوله في تركيزات عاليه وتنزل ادويه جديده وتدي ليها انديكيشن تخسيس. فده بنشوفه مثلا في صوره من الصور دي، ان عرض جانبي بيحصل لما الدواء ده مثلا دواء سكر بنديه لحد، فالحد ده بيخس، فالدكتور طبعا هيبقى فرحان بالسايد افكت هنا. نفس القصه بنشوفها برضه في حاجه مشهوره جدا زي الميتفورمين. هتلاقي مثلا هو اصلا ده حاجه لعلاج السكر تايب 2، يمكن علاج قديم شويه، ولكن من الاوف ليبل يوز بتاعته ان هو بيستخدم في التخسيس، او دكاتره النساء كمان بيستخدموه في علاج تكيس المبايض. فانت ممكن من السايد افكت اخلق اصلا نيو انديكيشن. طيب بالنسبه للشركات، هل الشركه ممكن تكون يونيك سيلينج بوينت بالنسبه لي؟ طبعا. ممكن تكون الشركه بتنظم ايفنتات على لوكال ليفل او ناشونال ليفل او انترناشونال ليفل. الشركه بتاعتي بتعمل مؤتمر خاص بيها، سواء بقى على مستوى محلي او مستوى مثلا الدوله اللي انا فيها، او حتى ممكن بتنظم ستاند الون مثلا على مستوى العالم، بنجيب دكاتره من كل الدول ويبقوا عاملين حاجه خاصه بيهم هم. ممكن نفس القصه شركتي بتوفر دايركت ماركتنج او ديجيتال ماركتنج، بنقابلها كتير قوي في شركات النيوتريشن اللي بتقدم مالتي فيتامين، او شركات الكوزموسيوتيكال اللي بتقدم اصلا منتجات ممكن عن طريق بقى ان هي بتوفر سوشيال ميديا ماركتنج، او بتوفر اي كوميرس، او يعني متجر الكتروني او ابلكيشن يسهل على الدكتور ان هو يطلب اوردر، او يسهل على المريض ان هو يوصل للاوردر، او هي بتخلق اصلا اويرنس قبل ما انت تروح للدكتور. فالدكتور لو المريض عارف ان مثلا السيرم ده بيعالج ايه في الشعر، المنتج الفلاني ده مالتي فيتامين مناسب للرجال او مناسب للسيدات وات ايفر. طيب نخش على الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ازاي؟ اول حاجه ممكن نبص عليها التشانل اوف افيلابيلتي، بمعنى شركتك يا فرحتي موفره المنتج بتاعك في فرعين توزيع، وفي فرعين توزيع تانيين الشركه للاسف مش بتتعامل معاهم، بس مش واخده بالها ان الفرعين توزيع التانيين دول مثلا بيتعامل معاهم اكتر من 50% من الصيدليات. يبقى انت بتتكلم ان انت بتروح تقول سيلز كول قويه جدا، والدكتور بيكتب الدواء والدواء ده افكتيف، ولكن العيان نزل راح الصيدليات ما لقاهوش. يبقى الافيلابيلتي مهمه. فلو شركتي بتتعامل مع كل افرع التوزيع دي ميزه. لو شركتي بتعمل بقى ديليفري تايم، هتقول لي طب الشركه بتوصل دايركت؟ طب ده ممكن تلاقيه فين؟ ممكن تلاقيه زي ما قلت لك في مراكز الاي في اف مثلا. دكاتره النساء بيبقى مسموح لهم في مراكز الاي في اف ان هو يوفروا ادويه، فالدكتور لما يجي يطلب من الميديكال ريب، والميديكال ريب يبلغ مديره ويظبط الاوردر، وعقبال ما يوصل للسنتر ده بياخد وقت قد ايه؟ كل ما كان اسرع كل ما كان احسن، كل ما اتاخر عليه هروح اشوف غيرك. نفس القصه برضو تنطبق على الزملاء اللي شغالين في الكوزموسيوتيكال مع البلاستيك سيرجري، او دكاتره التجميل والعنايه بالبشره والجلد، بيحتاجوا برضو يوفروا بعض المنتجات في السنتر بتاعهم او الكلينيك بتاعتهم. نفس القصه، وانس انك وفرت له بقى العلاج بتاعه في الكلينيك او السنتر، هنبص بقى الحته الفاينانسنج بقى، الحته خاصه بالماديات. انت مثلا بتدي له تسهيلات في الدفع، مثلا يحاسب كل 45 يوم، كل 60 يوم، لا كل كوارتر يا عم يبقى حاسب، لا خليهم عندك تحت التصريف لما يخلصوا نبقى نتحاسب. ايا كان بقى انت بتقسم او بتوفر سوري تسهيلات في الدفع، عكس افرع التوزيع العاديه او الصيدليات اللي تبقى عايز يتحاسب كاش، او يتحاسب كل اسبوعين، او يتحاسب كل شهر. طيب الدليفري ارينجمنت، يعني عشان اوفر اوردر محتاج امشي في سايكل قد ايه، وامشي على كام ستيبس. دي واضحه قوي وجليه جدا، وبتاثر بقوه في الاي كوميرس. الشركات اللي بتوفر او الناس اللي بتعمل متجر الكتروني يقول لك كل ما قلل عدد الكليكس بتاعه العميل اللي بيعمل اوردر من الموقع الالكتروني، كل ما ده سهل وكتر من الاوردرات. ازاي؟ العميل دخل عجبه مثلا منتج معين، حطه في الكارت او في السله، رايح يعمل تشيك اوت، فدول مثلا عباره عن 2 او 3 ستيبس. تمام. تخيل بقى بعض الاماكن الثانيه يعمل اد تو كارت، وبعد ما اد تو كارت يعمل تشيك اوت، وبعد ما يعمل تشيك اوت يعمل فيريفيكيشن مش عارفه للفون نمبر، وبعد الفيريفيكيشن يحط الميل، وبعد الميل هنبعت لك كود، وحط الكود. تفاصيل كتير وزحمه كتير. ايه اللي بيحصل؟ العميل ممكن يطلع او يغير قراره. فالدليفري ارينجمنت بقى احنا ممكن نلاقيها عندنا عامله ازاي؟ في نفس القصه. انت كميديكال ريب الدكتور طلب منك اوردر،
بلغته لمديرك، مديرك بلغه للمدير بتاع الديستريبيوشن مانجمنت، راحوا بلغوا بيها الفرع التوزيع الديستريبيوشن نفسه، راح الفرع التوزيع دوت بلغ مثلا مندوب التحصيل ده خد الاوردر وراح بيه للدكتور. فدخلنا في سايكل طويله. السايكل دي بتتم بطريقه سلسه سريعه ولا بتاخد وقت؟ طبعا كل ما كانت معقده وكل ما خدت وقت اكبر كل ما كان طبعا دي حاجه مش ميزه، ده عيب. فبالتالي انت كل ما سهلت الارينجمنت بتاعت الدليفري وسرعت الوقت ووفرت فلكسبيليتي ومرونه في الفاينانس كل ما كان ده افضل ليك ويشكل طبعا يونيك سيلينج بوينت. الجزء بقى بتاع الفاكتوري ده يعني انا عايزك بس تتخيل ان الماركت في مصر يحتوي على اكتر من 1000 شركه بيتخانقوا على حاجه و20 مصنع. فكل مصنع بيوفر دوره تصنيع معينه، بيتفق مع الشركات، يا عم انت يا حاج عايز تصنع كام علبه؟ يقول والله احنا عاملين فوركاست السنه دي عايزين نبيع 1000. طيب هصنع لك ال1000 علبه، هنصنعهم في فتره قد ايه؟ والله شهرين او 3 شهور. جميل جدا. طب وات اف ان السيلز تيم عندك انت عامل فوركاست غلط، حاطط تارجت غلط، وده بيحصل كتير جدا في شركات، والتيم عندك خلص ال1000 علبه دي في 9 شهور. انت هتقعد كوارتر كامل، اخر كوارتر في السنه ما عندكش بضاعه. يعني هتطلب من الريبس عندك تنزل تعمل كول مع الدكاتره وتكلم الدكاتره، ويا فرحتي انت ما عندكش منتج، وبالتالي الدكتور يبقى متضايق ومحتقن، والدواء اللي بيبقى اون واوف يتوفر شويه وينقص شويه، الدكاتره ما بتحبوش ومع الوقت بيزهقوا منه، لان اكيد مفيش دكتور هيبقى عايز يكتب منتج هو اصلا مش موجود في السوق. ففكره ان شركتك يبقى عندها فاكتوري ده يعني واحده من الحاجات اللي بتشكل قوه رهيبه جدا. وطبعا احنا يمكن الجزء ده يعني في مصر شويه الحمد لله مش موجود، لان اغلب تقريبا المصانع قد يكاد يكون كلهم واخدين الايزو، واخدين سيرتيفيكيشن، واخدين طبعا اعتماد وجوده على اعلى مستوى. فيمكن الحته بس هي بتبقى فارقه في قصه ان شركتك قادره تقيس التارجت صح والفوركاست صح، فقادره ان هي توفر سايكل من التصنيع تكون مظبوطه، عشان طبعا دي لو مش مظبوطه والدواء بتاعك بينقص طبعا دي هتمثل لك عائق ومشكله كبيره. طيب السيرفيس هنلاقيها عامله ازاي؟ ان انت مثلا شركتك بتمثل او بتعمل بيشنت كونسلنج. البيشنت كونسلنج هتلاقيها في ادويه الانسولين، ان هم بيقولوا مثلا يبدا بقى الشركات دي توفر ريبس مثلا تانية او دكاتره او صيادله يتكلموا مع المريض ان هو ازاي يجهز الخرطوشه، يطلعها امتى، يسيبها بره الثلاجه 5 دقائق، يحقن نفسه ازاي، يغير مكان الحقن، كل التفاصيل دي. نفس القصه برضو في الجزء الخاص بالنيوتريشن والالبان، نفس القصه بيعملوها برضو مع الامهات. البيشنت سبورت بروجرام ده هتلاقيه ان الشركات بتدي مثلا يقول لك اشتري علبتين من صيدليه اكس خد عليهم علبه هديه. ازاي؟ ان الصيدليه دي بتكون شغاله مع الشركه في سيستم معين بتسجل فيه المريض، والمريض بياخد علبه هديه او علبه مجانا لما يشتري علبتين. ده على فكره موجود في حاجات كتيره جدا، الحاجات الهرمونال والحاجات الانكولوجي وحاجات برضه في الهارت فيلير، بنشوف الموضوع ده دلوقتي في اكتر من شركه. او ممكن شركات تانية تدي الدكاتره فاوتشرز تطلب منه انه يديها للعيان يروح يعمل تحاليل مجانيه في بعض المعامل. فهو كده الشركه ضمنت ايه؟ ان الدكتور عمل سكريننج لعدد كبير جدا من البيشنت، لان هو وفر لهم ثمن التحليل، عملوا سبورت. فوانس ان هو عمل سكريننج هو قدر يطلع منهم مثلا من ال1000 واحد اللي عملوا سكريننج في 100 واحد عنده المرض. فوانس ان ال 100 واحد دول عنده المرض الدكتور كتب المنتج، وبالتالي طبعا ده بيدرايف سيلز وبيشكل لك يونيك سيلينج بوينت. الايز اوف اوردرنج ده متمثل في فكره نفس القصه برضو قريبه شويه من الديستريبيوشن، او لو انت شركتك بتوفر ابلكيشن او اي كوميرس تقدر الدكتور او العيان يطلب منه، طبعا دي فيري يونيك سيلينج بوينت. اخيرا انك شركتك بتشارك في الابرود ايفنت لو في مؤتمر تبع جمعيه معينه بره مصر او في ريجون او وات ايفر، والشركه بتشارك فيها كاكتيفيتي او كسيرفيس، والدكتور عنده انترست في المؤتمر العلمي ده، طبعا ده من الحاجات اللي بتكون يونيك سيلينج بوينت. انت عرفت اليونيك سيلينج بوينت ايا كان موجوده في البرودكت او الشركه او الديستريبيوشن او الاكتيفيتي والسيرفيس اللي انت بتوفرها، ده هيدخلك للفيتشر والبنفيت. ايه الفرق؟ ببساطه الفيتشر مميزات او خصائص موجوده عندك او في الشركه بتتعكس، وده دورك انك تعمله، انك تعكسها في صوره بنفيت، يعني فاليو، قيمه مضافه للدكتور او المريض. يعني انت لو جيت قلت للدكتور بتاعك يا دكتور الدواء بتاعنا سستيند ريليز، وده بيوفر لحضرتك ان العيان ياخد سنجل ديلي دوز، وبعدين نفس الكلام، نفس الشيء، نفس المعنى. طب الدكتور استفاد ايه؟ العيان استفاد ايه؟ ولا حاجه. طب تخيل كده انا بقولها بقى للدكتور، يا دكتور الدواء بتاعنا سستيند ريليز، فبالتالي المريض مش محتاج ياخد بس غير جرعه واحده بس في اليوم، سنجل ديلي دوز،
وده يا دكتور يضمن لحضرتك ان انت بتقدر تعمل simplifying للدوز بالنسبه للعيان، وبالتالي ضمننا patient adherence، المريض التزم. ولو ضمننا البيشنت adherence ضمننا ان الدواء بتاعنا يحقق احسن افكت ليه. تخيل كده الدواء بتاعك بيتاخد كذا مره في اليوم والعيان بينسى ان هو ياخد الجرعه بتاعته، فبالتالي ما خفش، فرجع للدكتور ان هو متضايق ومحتقن ان هو ما خفش. لكن لما تدي دواء سهل في ان هو يتاخد مره واحده بس في اليوم، طبعا ده بيبقى افضل. نفس القصه، تخيل انت شغال على دواء ايس انهبيتور، الدواء ده ثيرد جنريشن، فبالتالي هو بيقدر ان هو يشتغل على حالات المايلد والمودريت والسيفير هايبرتنشن. لو انت قلتها للدكتور كده ان الماده الفعاله بتاعتنا دي يا دكتور ثيرد جنريشن من الايس، وتقدر تمانج المايلد والمودريت والسيفير هايبرتنشن، وبعدين الدكتور مش شايف الفاليو لسه، فبيحتاج انت تفهمه او توضح له ان ده يا دكتور يديك بيس اوف مايند وانت بتعمل تريتمنت للكيس اللي داخله لك، ويديك فليكسيبيليتي وات ايفر كانت الكيس، مايلد سيفير مودريت، الدواء بتاعنا هيكون افكتيف فيها. شايف الاثنين مختلفين، نوت ذا سيم. طيب دواك موجود في 5 different indication، 12 ونص و25 لحد ال100. طب انت قلت الدكتور بتاعك والله يا دكتور دوانا موجود منه 5 تركيزات. جميل، الدكتور بيكتب تركيز واحد بس في الاخر، ايه فرحتي؟ وبعدين لا، بص بقى دي، دكتور الدواء بتاعنا موجود في 5 different indication، ده بيضمن لحضرتك انك تقدر تعمل دوز تايتريشن عشان تعرف يا دكتور تختار البيست كونسنتريشن اكوردنج على الكيس اللي بتقابل حضرتك. فممكن نبدا مثلا يا دكتور بال 12 ونص والابجريد لحد ما نوصل لل 100. في نفس الوقت انت بتدي للدكتور وايد رينج من البيشنت، سواء كانت مايلد كيس او سيفير كيس، يقدر ان هو يعمل لها مانجمنت وات ايفر كانت الديجري بتاعت الهايبرتنشن. نوت ذا سيم، مش زي بعض. فانت لازم لما تيجي تقول الميزه اللي عندك تعكسها في بينيفيت للدكتور، لازم تماكسمايز من البينيفيت والفاليو اللي الدكتور هيستفيد بيها والمريض هيستفيد بيها لو اخدوا المنتج بتاعك. احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده، ولو عندك اي كومنت او اي سؤال او اي استفسار سيبه لنا في الكومنت، وبفكرك لازم تعمل لنا اللايك الجميل لو الفيديو عجبك علشان تفهم الخوارزميات في اليوتيوب ان الفيديو كويس، وهيبدا ان هو يرشحه لزملاء جداد. اسيبكم على خير، واستنوا الجزء اللي جاي مهم جدا عشان هنبدا خلاص في الستبس بتاعه السيلز كول. اشوفكم على خير.